الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. رانا جايبينها باقي نجيها. رانا قاعدين سهرانين معاها حتى الصباح ان شاء الله. هذا هو الرهبه. الحمد لله يا ربي، نشفيها نشفيها هذيك الموجوده على تاع السكان. الحمد لله. تحيا ولد الكرامه، تحيا ولد الكرامه وتحيا السبع على طهر. هاي لخس، هاي عود عود عود، القروح عود القروح لي عودهم عود القروح. للأسف الشديد مجهودات كبيرة، ولكن ما نجمناش نسيطروا على الحريق. الجميع ينسحب، الجميع ينسحب لخاطرش نار كبيرة بزاف في الغالب. الشعب، الدولة، الخابز، البومبية، الحماية المدنية، الهلال الأحمر معايا متخابطين، ولكن للأسف الشديد ما نجموش يحبسوها. المهم تحية كبيرة لكاع الناس اللي كتواقف، مالوريزمون ما قدروش يحبسوها. المنظر في الهاتف ربما يوريكم 5% و 95% ما تبانش. الجميع انسحب الآن، كما تشوفوا الجميع انسحب. واني بعيد، انا بعيد. واه على بالي ما نجيبش نقعد اكثر من هاك. تشوفوا الجميع انسحب للاسف. راني جاي صاحبي، راني جاي. ها شوف، نار مهوله اللي حتى واحد ما يقدرها الا رياض صحي صحي داخل بخير. هايدي فانتاستيك. اخي جيت الولد جيت ربك اختنا تليدا كيف هايدي روح الخير موثرة واللي تجمونا واللي تجي ربي يخلف ربي يشفى. امين. هسيتي هذا شنو يحفظ ربي تخصص هاك الخدج. الحمد لله جاه الدرن هالناس من العمار. اخي شم تسجيع القيفة السعدين شم القيفات كانوا ستة. ايوه انا شنو ضيف مزاحنا الشجر اذا نخلو كان درغيتها من الدور تجاه درغيتها من الدور. الحمد لله.
تواصل الحرائق التهام مساحات واسعة في عدد من الولايات الجزائرية، بينما تتواصل عمليات الإخماد في ظروف ميدانية صعبة مع امتداد النيران إلى مناطق غابية وزراعية. ألحقت الحرائق أضرارا بمزارع وممتلكات خاصة، وتسببت بخسائر كبيرة لمزارعين ومربي المواشي، فيما يروي السكان مشاهد الفرار ومحاولات إنقاذ ما أمكن من أرزاقهم. راك تشوف الديقة كارثة، الله سترنا ربي حنايا. هذا تشوف في الغنم تاع عمي مسكين، هذا واش يكسب في حياته، هذه خدمته فلاح يسكن هنايا، راحت له مسكين 21 راس، هذا راس ماله، هذا واش يعيش منهم. تقول الحماية المدنية إن فرقها بدعم من الوسائل الجوية والوحدات البرية تواصل احتواء بؤر النيران في مناطق متفرقة، مشيرة إلى أن موجة الحر والرياح القوية أسهمتا في اتساع رقعة الحرائق. تشهد الجزائر عدة حرائق في عدة ولايات من الوطن، سيما بين وسط وشرق الوطن، وثم كذلك منذ يومين على مستوى غرب الوطن، بمعدل بين 120 و 130 حريق يوميا بين غابات أدغال وأحراش حتى محاصيل زراعية وحرائق النخيل. تأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه الجزائر صيفا شديد الحرارة، مع تكرر حرائق الغابات خلال هذه الفترة من العام، في ظل ظروف مناخية تزيد من خطر اندلاعها وانتشارها. النار زيانة من سوريا، ربي يجيب الخير إن شاء الله. جبل البرق ربي يجيب الخير وربي يلطف. صباح ربي يستر وربي يجيب لي في خير. زيانة من سوريا، جبل البرق داو عليه. نار تلتهم الغطاء النباتي، زيانة من سوريا، صعوبة التضاريس صعبة جدا. رجل الحماية المدنية لم يستطع الصعود، ربي يجيب الخير إن شاء الله. الحماية المدنية، الجيش، محافظة الغابات في عين المكان، ربي يلطف.